السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده يا جماعة ان شاء الله هنعمل معاكم الكعك الدايب الجميل دوت، وجبت لكم كل الاسرار من بتاع المخابز نفسه. بس قال لي كده على مكون كده كلنا بنحطه كده، وحذرني منه جدا يا جماعة. قال لي ما تحطوش، ده غلط عليكم وعلى صحة اولادكم. كلكم مفكرين المكون ده بيدي ريحة وبيدي طعم، ده غلط جدا. عايزة تعرفي ايه المكون ده؟ اسمعي معايا لاخر الفيديو وانت اكيد هتستفادي بكل المعلومات وكل الاسرار. دلوقتي هنبدأ في الفيديو، نصلي على النبي ونبدأ دلوقتي. انا معايا نص كيلو من الملبن يا جماعة، جبته كده وفتلته كده وقطعته ورشيت رشه من النشا. وعشان ايه النشا يا جماعه؟ ما بيخليش قطعه الملبن تلزق معايا. ابتديت ابرم فيه، وبعد كده وبرمته ابتديت اقطع القطع بتاعتي قطع صغيره كده قد قطعه البندقيه كده اهوت. اما اللي ماشيين بالميزان القطع كده في حدود كده 6 جرام او الخمسة جرام. تمام. وبعد كده ابتديت اكوره. خلي بالكم الملبن ده انا ايه مش بحط، ما بدعكوش بسمنه ولا بزيت ولا باي حاجه، عشان ما ينشفش معايا الكعكه. ازاي؟ عشان لما اجي احشي الكعكه يا جماعه بيه وادخله الفرن، بيبتدي الكعكه بعد كده بتغلي معايا، وبعد ما بتغلي معايا الكعكه بتنفجر معايا في جوه الفرن، فبالتالي بتاثر على الكعكه لما باجي اكلها بلاقيها معضمه. ده الاسرار اللي هو برضو قال عليها من ضمن الاسرار. تمام. خلصت الكميه بتاعتي بتاعه الملبن، وبقول لك دلوقتي انا جايبه بندق عين جمل مكسرات المتاحه عندك، عايزه تحطيه حطيه. تمام. بعد كده جبت بقى كيلو الدقيق. كيلو الدقيق دوت يا جماعه انا بشتغل بالدقيق الفرنساوي جميع الاستعمالات عادي. في دقيق الضحى، في دقيق كوثر، اي نوع، المهم ما يكونش فيه عرق. تمام. وبعد كده حطيت له نص كيلو من السمنه البلدي. دي المميزه، السمنه البلدي بتدينا ريحه وبتدينا طعم. طيب، ومعانا 100 جرام من السكر البودره، وبقول لك معايا 150 جرام لبن. قال لي اللبن حلو بيدي طعم وبيدي لون، ما بيحطش هو ميه. انا هقول لك ليه. ومعايا دلوقتي بقى دي المفاجاه والسر اللي قال لي عليه. قال لي انا بحط على كيلو الدقيق دوت 3 جرام باكنج باودر. قلت له 3 جرام باكنج باودر؟ قال لي ايوه. ما بنكترش الباكنج باودر، عشان الباكنج باودر لو كترناه هينشف معانا الكعكه وهيخليها تشقق معانا. وقال لي حطي ربع معلقه من ريحه الكعكه وما تكتريش، يعني 4 جرام الماشيين بالميزان من ريحه الكعكه. ومعانا 50 جرام من السمسم الاحمر. والمفاجاه التانية قال لي ما تحطيش السمسم الابيض. ليه؟ قال لي بيدي مراره. خلي بالكم اثار كتيره قال لي عليها. تمام. انا دلوقتي جبت الدقيق بتاعي اللي هو جميع الاستعمالات، وانا باكد عليه اللي هو انا بستعمل عندنا الفرنساوي او الضحى او الكوثر او ممكن سنبله الافران او دوبله، اي نوع. المهم يكون بتاع الكعك البسكويت، تاكدي منه. تمام. حطيت ايه؟ حطيت السمسم وحطيت السكر البودره، وحطيت كده الباكنج باودر، وحطيت ريحه الكعك. وانا جاي لكم بقى بالمكون التاني. المهم حطيت كله ده في الطبق. طبعا انا هشتغل بالعجان، حضرتك ما عندكش عجان هتعجني ايه عندك ايه في الطبق بتاعك. هتحط كل ده وهتحطي كمان السمنه. المهم بقلبهم كلهم مع بعض. وبقول لك اللبن دلوقتي ال 150 جرام لبن انا مش بحطهم، احطهم في الاخر. تمام. هلم بهم العجينه. خلي بالك كل ما نكتر السوائل كل ما الكعكه بتاعتنا بتنشف. قال لي بنحط اللبن عشان اللبن بيدينا ايه؟ بيدينا لون وبيدينا طعم. قلت له والميه. قال لي مش هتفرق ميه او لبن، بس احنا بنشتغل بلبن. قلت له ده بيطول من العمر الكعكه الميه ومش عارفه. قال لي لا لا، كل الكلام ده انتكاسات. تمام. وقال لي لو عايزه تحطي لبن بودره برضو حطي عادي، ده متاح عندك عادي، بس الطريقه دي احنا شغالين بقى وحلو. تمام. جبت الدقيق بتاعي كده وحطيت كل المكونات ما عدا ايه؟ اللبن. وهنزل كمان بالسمنه البلدي بتاعتي. قال لي المكون بتاعك اللي احنا بنحطه في الافران السمنه البلدي، عشان كده احنا بنبيع الكعك بتاعنا غالي، ما بنحطش اي روايح. قلت له ايه بقى المكون اللي انت بتقول عليه بتحذرنا منه؟ دلوقتي يا جماعه خلي بالكم انا حطيت السمنه بتاعتي كده البلدي، وابتدي كده بقى هبسها كده في العجان كده في حوالي كده 6 دقايق. اهم حاجه بسها اخليها توصل كده زي الكريم شانتيه، اكن كده ايه، اكن كده بضرب ايه، بضرب بوتفور او غريبه. عايزه الهشاشه بتاعتي، يعني اكنك بتضربي بسكوت كده وعايزاه هشش ويبقى حلو. فانا بالظبط كده وصلتها كده لايه، للكريمه كده هشه وجميله. بقول لك اهي بتلزق اهي، جميله جدا. اهم حاجه دي اللي بتفرق، بتخلي الكعكه تشقق معايا او بتخلي الكعكه ناعمه معايا. البس ده ضروري جدا يا جماعه، هو اللي بيفرق. وكمان ايه بيفرق كمان؟ ان الكعكه بتاعتك ما تعضمش معاكي. ده المكون السر. فاجي قال لي شوفي دلوقتي انا بقى ايه، بعد كده بعد 6 دقايق بالظبط ابتديت انزل ايه كوبايه الا ربع من اللبن اللي هي 150 جرام لبن. كل ما تكتري السوائل كل ما الكعكه بتاعتك بتنشف، هو قال لي. فما تكتريش سوائل، المقدار دوت مقدار بيخلي الكعكه بتاعتك دايبه وجميله جدا، مش دايبه خالص، ده بيخليها حلوه كده. مش انت عايزه تعملي زي بتاع المحلات؟ هو ده بالظبط. تمام. قال لك ايه بقى هو ايه المكون الغلط؟ دلوقتي احنا عجناها يا جماعه برضو عادي، بتعجنها عادي لغايه ما تحس ان القوام، تاخدي حته عجينه وتكوريها في ايدك. ما تخلي كده بتكورها في ايدك. اهم حاجه ما لزقتش في ايدك، ويبقى كده العجينه بتاعتك كده تمام. في حدود قد ايه عجنتيها؟ في حدود 5 دقايق 6 دقايق لغايه ما احس ان العجينه بتاعتي مش لزقت في ايدي. مش هتزودي لها عرق مش عارفه ايه، لا ما فيش اي حاجه من دي. قال لي عادي.
اهم حاجه تلم معاك وتبقى حلوه. 6 دقايق بالظبط عجنتها وطلعتها. بقول لك خدت قطعه عجينه اهيت وبحطها على ايدي اهيت، وبقول لك ما بتلزقش ولا اي حاجه. اهم حاجه كل ما اخد كل قطعه عجينه بدعكها حلو بايدي، دي اللي بتزود لها العرق وبتخلي قوامها حلو. خلي بالك هي بتطلع طريه كده عامله زي عجينه البوتفور او الغريبه. ما تخافيش ما تخافيش، هي بعد كده بتلم وبتزود عرق. لما بتيجي تدعكي كل قطعه تدعكيها كده بتلم وبتبقى ايه ماسكه قوامها. تمام. باخد العجينه بتاعتي كده قد قطعه الليمونه الصغيره، يعني في حدود الكامل عجينه. يعني لو انت هتعمليها كبيره وحلوه كده زي بتاعه المحلات 25 جرام، وقطعه الملبن كده في حدود 6 جرام او 5 جرام. تمام. وبعد كده بتبتدي تحط اهم حاجه حشو الملبن بتاعك وسط ايه الكعكه، وتقفلي عليها كويس. اهم حاجه تتاكدي من قفلتها عشان الملبن لو طلع بره الكعكه النار هتطوله وساعتها هتنشف معانا، وساعتها ايه نيجي ناكل هتاثر على الكعكه وتبقى ايه لازقه كده في سقف بقنا او تعضم معانا. تمام. بعد كده بنبتدي كده احط الحشو كده واقفل عليه كويس واتاكد ان هو قفل عليه كويس. تمام. انت ما قلتلناش دلوقتي انا باخد قطعه عجينه اهي وبدعكها كويس يا جماعه. اهم حاجه بدعكها كويس وهي بتيجي تلم معايا، ما تخافيش خالص، هي بتطلع طريه. وبعد كده ايه بتزود العرق بتاعه وبتلم معاكي. شايفه العجينه معايا ايه فظيعه عامله زي الملبن. تمام. هو ايه هو المكون اللي هو قالك عليه عماله تشوقين؟ المكون هو ريحه الليسانس، الليسانس الروايح، ريحه الموز، ريحه السمنه البلدي. قال لي اوعي تحطيها في الكعك، حذرني منها جدا. قال لي مضره عليك وعلى ولادك، اوعوا تحطوا الليسانسات والروايح دي غلط. حبيت افيدكم بالمعلومه دي يا جماعه. فانتوا اوعوا تحطوا، عايزه تحط ريحه وتخلي ريحه الحاجه بتاعتك تبقى حلوه، بحط سمنه بلدي. تمام. طب البسكويت ولا تحط الليسانسات ولا اي حاجه. قال لي بنحط عادي عصير برتقال، بشر البرتقال ده في البسكوت والحاجات دي، ما بيحطش ليسانسات، دي مهمه جدا. انا حبيت افيدكم. تمام. يا ريت يا جماعه تشيروا لي بس الفيديو على قد ما تقدروا عشان كل الناس تستفاد، وتعملوا لايك عشان الفيديو بس يرفع معايا، عشان ضروري مهم جدا الكلام ده. تمام. باخد كده قطعه من العجينه وابتدي احط البندق واحط الملبن بتاعي واقفل كويس. تمام. طب هو حط الباكنج باودر ليه 3 جرام على الكيلو، ما بيحطش الكيس ليه؟ هو قال لي بيحط 3 جرام عشان ايه لو كتر من الباكنج باودر هيخلي العجينه تشقق معايا. طب ما حطش خميره ليه؟ الخميره قال لي بتنشف قطعه الكعكه. يبقى الخميره لو حطها قال لي هي اللي بتنشف الكعكه، اما الباكنج باودر بيضطر العجينه وبيخليها ناعمه وحلوه. تمام. دي المعلومه دي محدش قبل كده قالها لكم، انا حبيت افيدكم بيها. تمام. يبقى احنا عرفنا ليه. تمام. يبقى الباكنج باودر بينعم معانا قطعه ايه الكعكه، اما الخميره بتنشف معانا. طب لو كترت السوائل برضو، كترت السوائل الكعكه بتاعتك هتنشف. انا بقول لك كده خلصت، واروح بقى ايه هبصمهم في الصينيه، واللي خلصوا ببصمه على طول عشان لو ركنته هتشقق معايا، الهواء يطولها فهيشقق الكعكه. تمام. بكون كده مسخنه الفرن بتاعي كده قبلها بتلت ساعه لمده 20 دقيقه. بقول لك شوف الكعكه بتاعتي جميله ازاي ببصمها. بكون مسخنه الفرن قبلها ب 20 دقيقه. شايفه النقشه مش هتروح، زي ما هتدخل زي ما هتطلع جميله ازاي. بكون مسخنه الفرن كده قبلها ب 20 دقيقه كده يا جماعه، وبدخله في الرف الاوسع على درجه حراره عاليه 240 درجه، اعلى درجه عندي عشان ده حشو. وقعد معايا 18 دقيقه، واخر دقيقه بالظبط والله يا جماعه ولعت له الشوايه وخليت عيني عليه بالظبط. شايفه اللون بجد تحفه. وبعد كده ايه بطلعه بقى بعد 18 دقيقه من السوا في الرف الاوسط، بطلعه بسيبه يبرد في خلال 10 دقايق. وبعد كده ببتدي شايفه الكعكه بقول لك ايه انا ناعمه ازاي ودايبه. وبعد كده بقى ببتدي بقى ايه اسكره سكر بودره، او ابتدي بعد كده احفظه في العلب واحط طبقات من الكيس واعينه. وقت الاستخدام ممكن احط له سكر بودره. شايفين الشكل وشايفين القوام، بجد الكعكه بتتكلم عن نفسها. جبت لكم كل الاسرار. شايفه الملبن بتاعي مش معضم وجميل ازاي، بجد يا جماعه تحفه. ما تنسوش يا جماعه بقى تكتبوا لنا كومنت حلو وتعملوا لنا لايك. السلام عليكم.